بالنسبة للمنتخب المغربي اللي صنع الحدث بفوزه على المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد. مبدئيا تقرير خاص من سبورت سكيدا بتقول انه المغرب صدرت المتاعب للمنتخب البلجيكي بعد الفوز، لانه داخل غرف خلع الملابس قامت خناقة ما بين هازارد وما بين دي بروين. استدعى الامر ان لوكاكو يقوم من مكانه ويروح يسلك، وبالتالي معسكر منتخب بلجيكا يعيش حالات من التوتر عديدة. انتوا عارفين ان كان في مشكلة قبل كده بين كورتوا اللي كان مرتبط او كان يعني على علاقة بصديقة دي بروين وانفصل عنها وقامت خناقة، ويقال في الكواليس ان هم ما بيكلموش بعض، يعني قدام الكاميرات حاجة وفي داخل غرف خلع الملابس حاجة ثانيه. بتزيد الطين بلة زي ما بنقول بعد خناقة دي بروين مع هازارد ولوكاكو بيتدخل. لكن الجميل في الموضوع فرحة المغاربة، لقطات الجمهور المغربي المنتشرة في كل مكان على السوشيال ميديا في كل حتة في العالم. الكل فرحان بجمهور المغرب. أنا بالنسبة لي الفرحة اللي تستحق إن احنا نقف لها بجد هي فرحة الرجراجي. يا جماعة الكورة لما بتدي، وأنا على قناعة كاملة إنه هذا الرجل الحقيقة يعني رجل عادل، راجل صالح في حياته، إنه يتحول من شخص عادي لمدرب الوداد، لبطل دوري أبطال أفريقيا، للمشاركة في كاس العالم وهو ما خدش غمار التصفيات، انه يصنع حدث تاريخي ويقدر انه يفوز على بلجيكا، يتعادل مع كرواتيا، لو حقق الفوز الجاي بيضرب كل الارقام القياسية للمدربين اللي بيقودوا المنتخبات العربية. الفرحة دي اللي بعد الهدف، الحمد لله اللي بعد الهدف اللي اتقالت، انا فرحان للراجل ده جدا جدا، وحاسس من قلبي ان ربنا بيكافئه على مجهود وعلى عدل في الاختيارات حتى لو اتهاجم، لكن ربنا بيكافئ المجتهد بأفضل شكل ممكن. واحد تاني من المجتهدين الحقيقة لا يقل أبدا، والله ما يقل أبدا بأي حال من الأحوال، لا عن حكيمي ولا عن مزراوي ولا عن زياش ولا عن بونو، الأربعة الورلد كلاس الخاصين بالمنتخب المغربي أو الرباعي العالمي في المنتخب المغربي اللي بيلعبوا في أوروبا. هو في أوروبا وهو بيقدم مجهود لا يقل بل يزيد. سفيان مرابط حبيب الكل، نجم فيورنتينا، الراجل الوتد اللي في نص الملعب، جري، قطع، بنى لعب، تواجد في المكان المنافس في المكان المناسب قدام المنافس، ما بيخافش من الكوره. راجل عمل كل حاجه ممكنه قدام كرواتيا وقدام بلجيكا. كل حاجه حلوه في لاعب خط وسط عربي، مش هقول عوضنا لكن هقول بنفس الكيفيه لكن اسماعيل بن ناصر مفرحنا بيها مع الجزائر ومع الميلان السنه دي والسنه اللي فاتت. سفيان مرابط عامل نفس الحاله رغم كونه في فيورنتينا فريق اقل، لكن في النهايه راجل المغرب بالنسبه لي انا رقم واحد. ما شاء الله عليك يا ابني. القدر كافئ الركراجي، والصحافه بتقول انه القدر برضه بيكافئ مرابط. على ذمه كورييري دي لو سبورت في صباح هذا اليوم بينزل خبر مفاده انه في عين راحت على مرابط في اول مباراتين، وهناك مفاوضات جادة في يناير القادم من قبل من؟ سفيان مرابط. هنحتار كل اسبوع هل يبقى صلاح فخر العرب ولا سفيان مرابط فخر العرب؟ يا رب يبقوا الاثنين. ليفربول يرغب في التعاقد مع سفيان مرابط بعد ادائه الممتاز وبعد الاصابات الكتير اللي بتضرب نص ملعب ليفربول في هذا الموسم. دي التويته اللي نزلت على انفيلد اديشن بيقول فيها ليفربول are one of the growing number of sides، واحد من المهتمين interested in فيورنتينا midfielder سفيان مرابط، في لاعب فيورنتينا سفيان مرابط having been impressed by his performances for Morocco in the World Cup، منبهرين بأدائه الأكثر من رائع مع المنتخب المغربي في كأس العالم، مع منشن لصحيفة كورييري دي لو سبورت اللي نشرت الخبر في صباح هذا اليوم.